السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرض لكم الآن مقطع قصير للشخص الذي أنقذ الأسرة في من الغرق. اسمعوا الفيديو وركزوا على رقمه الذي ذكره بلسانه. شاهدوا المقطع وسأرجع لكم في الكلام. أنا لم توصلني أي مبلغ من المبالغ الباهظة ومن صفحة أبو عاصم مثل 5 مليون أو 100 دولار، ولا من توكل كرمان كما نشر بالتواصل الاجتماعي أبو عاصم إن توكل كرمان تبرعت لي ب5 مليون. لم توصلني من هذه المبالغ الجاهظة أي مبلغ من هذا الكبير. ايش اسمك؟ عبد المجيد عبد الله عبد علي الفخري. عبد المجيد عبد الله عبد علي الفخري. كم رقم تلفونك؟ 7 6 3 9 2 8 2 4. سمعتوا الرقم الذي الشيء دعمه يتواصل معه، اتصال، رسائل، SMS، واتساب. يستاهل الدعم. والله ان هذا الشخص يستاهل جائزة نوبل. المفروض بدل ما صاروا يدوا جائزة نوبل لتوكل صياد، كان المفروض يدوها لهذا الشخص الذي أنقذ أسرة كاملة. أنا أوجه رسالة إلى حكومتنا، هذا الشخص ضروري تكرموه، ضروري يا حكومتنا تكرموه. بطلوا البخل والشح، اكرموه. اتصلوا له، تعال يوصل عندكم الدولة شهادة والدولة ميدالية وجنبهن بندل. ضروري هذا الشخص يشوف الشيبة الذي في الدولار، ضروري. ولكن للأسف أنا حاسس أن حكومتنا والله ما تدي له ريال. هذا لو هو في الخارج لو ينقذ دمي لا يعينوه قايد التدخل السريع والقوة الجوية والبرية ووزير الشباب والرياضة. ولكن للأسف هذا في اليمن فعل موقف يمكن كان يموت وهو بينقذ الأسرة، ولا حد قدر جهوده، ولا حد قدر العمل الذي فعله. حتى الدولة، أنا ما داري هل الدولة أكرمته ودت له أو ماشي، ولكن حسب علمي أن الدولة ولا عتدي له ولا شيء، ولا عتقدر ما فعله هذا الشخص. يتصلوا له، تعال الدولة شهادة وميدالية وساعة خاربة فقط. هذا لو هو في الخارج انه هو الان بطل، ان كبار المشاهير والممثلين بيتصوروا جنبه. ولكن في اليمن والله ان الحكومة ما يتصلوا له، تعال يوصل له عندهم يقولوا له والله العمل الذي فعلته عمل بطولي وعمل وكتب الله اجرك. في اليمن ما معك الا كتب الله اجرك. انت مدان يا حكومتنا ان الوضع الذي احنا بنعيشه الان ما حد يشي كتب الله اجرك. الان بعض الناس تقول لك كتب الله اجرك، يقول لك يا اخي اشتي ذاتها كلها عيش اشرب انا والمراه والاولاد. ايش كتب الله اجري؟ كتب الله اجري انا والله نسد، انا والله يكتب الله اجري ما يكتبش اجري، انا والله نسد. اما انا وانت يا اخي ضروري، انت دوله، انت ضروري تكرمني يا اخي. انا فعلت موقف مشرف، اسره كامله كانت حتموت، انقذتهم مدت راسي ومشوا لحاله، مشوا هذا الشخص لحاله. باقي معه يمكن 2 أو 3، واحد كان نازل عند الأسرة بيربطهم، وهذا كان يرفعهم، وفي ناس فوق كان يرفعوهم بالحب. منهم 5 أو 6. اتصلوا لهم يا حكومتنا، اتصلوا لهم، تواصلوا معهم، تعالوا والله انكم رفعتوا راسنا وموقفكم مشرف صرفوا لهم الشهايد، وجنب الشهايد دولارات زرقاء ضروري. اما كتب الله اجرك هذه الايام ما تنفعش، ما تنفع، يعني زلط، وبعد الزلط الاجر عيجي. في ناس هكذا، في ناس يعني كتب الله اجره يقتنع ويحب الاجر. في ناس ما يشتري اجر يا اخي، قد معاهم حسنة دهنة ما يشتري، قد معاهم ضامنين الجنة، لهم فقط فلوس، دولهم دعموهم. هذا الموقف الذي فعله هو زملائه موقف لا يستهان به.
المفروض أن الأغنياء التجار حتى هذا الأسرة إذا هم مقتدرين ضروري يدعموه. 5 أو 6 أنفس كانوا عايشين لهم السيل، لولا هذا بعد الله أرسله ينقذهم. ما بتقدروش هذا المواقف، ما بتقدروش جهود الناس، ما بتقدروش مواقف الناس. تواصلوا معهم، مش تتصلوا لهم يجوا تمدحوهم والله مواقفكم مشرفة أو رفعت رأسنا وأنتم والسيد فارح بالموقف اللي فعلته والسيد بيبلغكم السلام. والسيد لا سلم عليهم ولا شيء. السيد لما يسلم على شخص جنب السلام مليون أقل شيء. بطلوا هذه الطبيعة. السيد بيسلم عليك، السيد بيسلم عليك، وهو لا سلم عليهم ولا فيهم طبيعة وسخة. السيد بيسلم عليك، السيد بيسلم عليك، لا تكون تكذبوا. اتصلوا لهم تعالوا، لا تمدحوهم ولا تشكروهم ولا يوصلوا كشكشوا خرجوا زلط، خرجوا دوا لهم أعظم شكر وأقوى شكر لو ما تدوا زلط. بطلوا لكم بخل، بطلوا لكم شح. هذا اللي فعله فعل موقف يعني أنتم يا جماعة أسرة كاملة كانت حتموت أسرة. هذا أنقذهم. ضروري أن الدولة تدعم تكرم تدي الدولة حقنا يعني. اعمل نفسك ميت ولا عبرت هذا الموقف ولا يعني الله أعلم هل الدولة أو ما الدولة، ولكن أنا حاسس ومتأكد وابصم بالعشر أن الدولة اعمل نفسك ميت ولا كأنهم شافوا شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا والآخرة. قال لك كتب الله أجرك، كتب الله أجرك في الآخرة والدنيا. كيف نفعل بالدنيا؟ ها؟ بطلوا هذا كتب الله أجرك. لا تكون ترجعوا ساعة الإصلاحيين لو ما كانوا يشغلوا الناس معاهم وقت الانتخابات، يطبعوا صور المترشحين الإصلاحيين، يطبعوا الصور ليل ونهار ويشتغلوا ويفعلوا ويشيلوا ويجوا، في الآخر يقولوا لهم كتب الله أجركم، سندعو لكم بالفردوس الأعلى. من فعل موقف مشرف نفس هذا الشخص ضروري تقدروا العمل الذي قام به. من الأخ باسم محمد ناصر علي إبراهيم الذي يقوم بعملية الإنقاذ ال 13 الأمرأة اللي كانوا داخل البيت بسائل الجبلة مع عبد المجيد. طبعا عبد المجيد كان طالع وأنا الذي كنت ربط له الجهال ونازل، وكان الماء لا هنا لا عند الصدر يعني، وقمنا بحاجة ما يعلم بها الله يعني. كنت في التنفس الأخير ومعانا صعوبة بالإنقاذ. كم رقم تليفونك؟ 7 6 2 2 3 8 1